يا ترى ممكن حد يهرب من اكتر سجن مشدد في العالم؟ السجن اللي حواليه ميه من كل ناحية، كل الجرايد كانت بتقول عليه السجن اللي مفيش هروب منه. الجواب هو ايوه، بس الغريب مش في الهروب نفسه، الغريب انهم اختفوا للابد. سنة 1962 3 مساجين وهم فرانك موريس والتوأم جون وكلارنس خططوا الهروب. يعتبر من اذكى واغرب عمليات الهروب في التاريخ. التلاتة كانوا من اخطر واذكى الناس، كل واحد منهم كان ليهم تاريخ طويل مع الجرايم والهروب من السجون. فرانك موريس كان معروف انه عبقري، ذكائه كان اعلى من 90% من سكان امريكا وقتها، والتوأم عندهم خبرة طويلة في السرقات. الستارز او زي ما كانوا بيسموه الصخرة كان سجن في وسط جزيرة معزولة في خليج سان فرانسيسكو. السجن ده معمول مخصوص للناس اللي مفيش فايدة فيهم. كل زنزانة فيها حيطان خرسانية سميكة و24 ساعة حراسة، والمية اللي حوالين السجن متجمدة ومليانة تيارات قوية، يعني مفيش اي امل تهرب منه وتعيش. بس على الرغم من كده التلاتة دول قرروا يعملوا المستحيل. لسنة كاملة كانوا بيشتغلوا في السر، استخدموا ادوات بسيطة زي معالق مطبخ وموتور مكنة مكسورة ومكن حلاقة. فضلوا يحفروا في الحيطة اللي ورا الزنزانة، ووراها كان في ممر ضيق بيودي لأنبوب التهوية، ومن هناك كانت البداية. بس برضو لو سابوا الزنازين فاضية الحراس هتاخد بالها، صح؟ هنا يجي الجزء العبقري. التلاتة عملوا رؤوس مزيفة من ورق مقوى وصمغ وشعر حقيقي جمعوه من الحلاق بتاع السجن، وكل ليلة كانوا بيحطوا الرؤوس على المخدات ويزحفوا جوه الفتحة لحد ما يوصلوا للسقف. وكان الهدف انهم يوصلوا للسقف ومن بعديها للسطح ومن هناك على البحر. ليلة الهروب كانت يوم 11 يونيو 1962. الحراس ملاحظوش حاجة والرؤوس المزيفة خدتهم في سكة تانية، والصبح لما دخلوا الزنازين لقوا الفرشة زي ما هي ومحدش بيتحرك. ولما دخلوا يشوفوا ايه الوضع اكتشفوا الخدعة والدنيا اتقلبت. البوليس اتحرك وغفر السواحل بدأوا يدوروا عليهم في البحر، وطيارات طلعت تغطي المنطقة كلها، بس مفيش أي أثر. التحقيقات قالت إنهم استخدموا قارب مطاطي صنعوه بنفسهم من أكتر من 50 جاكيت، لزقوهم في بعض كويس، واستخدموا مجاديف خشبية مصنوعة من الخشب اللي سرقوه من الورش. بس بعد كده لا جثة طلعت ولا قارب لقوه ولا اي دليل واضح. الاف بي اي قالوا غالبا ماتوا غرقانين، بس في ناس بتقول انهم نجحوا فعلا وهربوا لمكان تاني وعاشوا بهويات مزيفة في امريكا الجنوبية والمكسيك. والشرطة قعدت سنين تتابع اي معلومات تظهر. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتسيب لي كومنت تقول لي فيه رأيك، ولو لسه جديد اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان من قلب الحكاية بنكشف المجهول.